اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطي لايك للفيديو وكمان اعملي اشتراك لو لسه مشتركتيش، ويلا بينا نبدأ الفيديو. معايا فلفل حراق ومعايا فلفل رومي ومعايا كده كام طماطمايه. هنعمل النهارده عيش بالصدق بس من غير معجن ولا اي حاجه. عيش عادي من الفرن، سخن كده وطازه. همسكه افتحه وهنعمل الاكله الجامده دي مع بعض. جبت عندي كام طماطمايه كده، يعني مش بالوايم، انا بس عشان عندي جوزي بيحب الطماطم فيها كتير، فانا مكتره الطماطم. طبعا انتي وحريتك، يعني لو عايزه تقللي في الطماطم او تكتري دي حاجه بتاعتك. والفلفل الحراق طبعا حسب الرغبه، بس انا بحب الفلفل الرومي في الاكلات اللي زي كده، بيدي ريحه وطعم حلوين. المهم كان عندي طبعا نص كيلو صدق. عايزة تكتري طبعا، ده حسب العيلة بتاعتك الأفراد. أنا عندي نص كيلو صدق. هقطع الطماطم كده حتت صغننة خالص، زي ما انتوا شايفين كده، على قد ما تقدري صغري الطماطم. هقطعها كده واشيل الحاجات اللي هي الخضرة والحاجات اللي من تحت دي، وهقطعها حتت صغننة كده. وهقطع الفلفل الحراق دوت في العيش بتاعي وبتاع جوزي، علشان خاطر طبعا العيال ما يبقاش حراق عليهم. بس ادي كده هقطع الطماطم زي ما انتم ما شايفين و... وبعد كده هقطع الفلفل الرومي. الاكله دي سهله وجميله. عايزه اقول لكم ان هي خفيفه قوي، غير لما تتعمل عجينه. عايزه اقول لكم لما تتعمل عجين بجد بتبقى تقيله قوي، انما العيش خفيف وبيبقى مقرمش كده. وطبعا لو عايزه تعمليه في طاسه على النار عادي، عايزه تعمليه على البوتاجاز، قصدي جوه الفرن، بتبقى اجمل طبعا. فانا هعمله في الفرن النهارده معاكم. بصراحة في الفرن بيبقى جميل، وبتتأكدي كمان من تسوية اللحمة، لأن الصدق ده عبارة عن لحمة. فطبعا إيه، لازم اتاكد ان تسويه اللحمه طبعا تكون كويسه، لان ممكن على البوتاجاز من فوق معرفش، يعني مضمنش ان هو يكون استوى كويس. فانا هعمله في الفرن. قطعت الفلفل الرومي كده زي ما انتم شايفين، وهقطع الفلفل الرومي برضو بالطريقه دي زي ما انتم كده ما شايفين معايا في الفيديو. سهله وبسيطه. طبعا لو انت عايزه تغيري الاكله دي خالص، يعني الحشوه، وعايزه تعملي مثلا بسطرمه، عايزة تعملي أي أكلة تانية، تونة مثلا، بس احنا مش بنحب التونة والحاجات دي طبعا، يعني قصدي ان دي حرية اختيارية. عايزة تعمليها بالبسطرمة والجبن، عايزة تعمليها جبن وفلفل، يعني تبقى اللي هي زي المارجريتا مثلا، زي طريقة البيتزا مثلا. طبعا زي ما انت عايزة. انا حبيت اعملها بالصدق طبعا عشان عيالي كانوا عايزين ياكلوا صدق. طبعا عايزة تعمليها باللحمة المفرومة، طبعا الكل بيتفق عليها، اللي هو الحواوشي. فانا حبيت النهارده ان انا اعمل صدق. عايزه اقول لكم كان خطير، والله كان خطير. انا كمان كنت بشيل اللي هو الغلاف بتاع الصدق ده، لان انا كنت بصراحه وانا بقطعه بالسكينه، هو كان طازه، كان لسه الجزار عامله. فانا كنت بشيل الغلاف بتاعه ده، كان بيطلع في السكينه في ايدي. فانا كنت بقول يلا مش مشكله اشيله، وانا كده كده واثقه في الجزار، بس هو كان عشان طازه فطري قوي في ايدي. حتى لما حطيته شويه في الفريزر برضو ما ساعدنيش، وكان برضو طري في ايدي. فقلت لا مش مشكلة، كده كده انا همسكه كله اصلا وهعجنه في ايدي، وهيبقى كله خلطة واحدة. فاكيد طبعا يعني هيتعمل كله في بعضه، فمش مشكلة لو ايه اللي هي الغلاف بتاعه ده اتشال، مش هتفرق يعني معايا. قطعت الفلفل كده زي ما انتوا شايفين، زي حلقات كده بس صغيرة شوية. لو انت عايزة تصغري اكتر من كده صغري، انا حبيت اقطعه بالتقطيعة ديت، يعني كان اسهل لي. بس ما خدش وقت، يعني التحضيرات كلها سهلة، والعيش طبعا جاهز وبدخل على الفرن على طول. خلاص كده انا خلصت الحشوات بتاعتي. فاضل الصدق، هقطعه كده زي ما انتوا شايفين برضو. بصوا زي ما انتوا شايفين، عشان هو طري قوي كان في ايدي، الغلاف بتاع الصدق كان عمال يطلع، فانا كنت بصراحة بشيله بايدي. يعني انا كنت بشيله بايدي، كنت عاملاه كأنه، يعني بعامله معاملة ان هو لحمة مفرومة. ففي الاخر يعني عجنته كله مع بعضه، وبقيت اعجنه عادي بايدي. يعني مش هتفرق طبعا، لو انتوا عايزين الواحده بوحدتها، الاحسن ان انتوا تحطوا الصدوق في الفريزر بس وقت طويل، يعني بحيث يمسك شويه.
هجيب بقى الفلفل والخضار كله بتاعي واحطه في طبق كبير كده، والصدوق وهتشوفوا، وهحط بس البهارات بتاعته. طبعا انتوا عارفين ان الصدوق متبهر، انا بس الاضافه اللي هضيفها بس زياده ان انا هحط ملح وفلفل اسود بس، مش هحط اي حاجه تانية. بس كده زي ما انتوا شايفين، وهقلب كويس كده كله مع بعضه، بحيث ان انا ابهر البهارات بتاعتي، ابهرها كويس كده، بحيث ان ايه وانا باكل الخضار يكون الملح بتاعه مظبوط. تمام، زي ما انتوا ايه ما شايفين كده قدامكم. هجيب بقى الصاج بتاعي اللي هو بتاع الفرن ده، واروح دهناه كده عشان بس العيش يبقى من تحت ومن فوق مدهون كده حبة زيت، علشان يبقى مقرمش كده وشكله حلو في الفرن. عايزه اقول لكم ان هو كان خطير شكلا وطعما. فهمسك كده العيش زي ما انتم ما شايفين كده، ويلا بقى ايه هحشي بقى. طبعا هنا انا كنت ملخومه لان الصاجه كانت واخده نص الرخامه، فمكنتش عارفه اتحرك، فكنت ملخومه بصراحه. فانا هعمل ايه، بقيت واقفه كده اعمل على ايدي، بس في الاخر هعمل بقى انا مع نفسي. كنت بجد الرخامه كانت زحمه جدا ومش عارفه اتحرك، فانا في الاخر يعني هعمل مع نفسي كده انا وبعدين هوريكم الطريقه بقى في الاخر الشكل. معلش انا عندي كركبه عشان انا بس واقفه في المطبخ بعمل حاجات، بس انا ايه معاكم يعني، عشان كده بس الكركبه اللي انتوا سامعينها في الفيديو دي عشان انا بس بسلق ورق عنب بس. وهدخله الفرن كده، وبصوا بقى يا جماعه مش قادره اقول لكم بجد، فظيع فظيع فظيع، احلى من العجين والكلام ده في الفرن، واخف كمان. يعني تحسي كده ان انت وانت بتاكلي الرغيف مقرمش كده في بقك وحلو قوي. فبجد يعني طعمه حلو قوي. حطيته كده بالطريقه دي في الطبق التقديم يعني. وعايزه اقول لكم خطير خطير خطير، اللي مجربش العيش ده قبل كده بجد فايته كتير. بس وادي الاكل طلع اهو، بصوا المنظر يا جماعه والجمال، مش قادره اقول لكم بجد خرافه. بجد تمنيتكم معايا، الف هنا وشفا على قلبكم وكل اللي جرب الاكله الحلوه دي. ويا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف كده، وشويه مخلل بقى يا جماعه ما اقولكوش. بصوا تاكلوا صوابعكم ورا، لو في بطاطس محمره طبعا يبقى اجمل. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف. باي باي.